تعالوا نشوفوا تفريز الكرنب اللي احنا فرزناه بالطريقه دي السهله والبسيطه والشكل الجميل اللي قدامكم ده. احنا عملنا فيه ايه عشان يطلع بالطريقه السهله دي ويبقى مرصوص كده فوق بعضه؟ يلا مع بعض نشوف احنا عملنا الكرنب ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بصحه وخير. ومعاكم مطبخ علي افندي بطعم زمان. ان شاء الله النهارده هنعمل وصفه سهله وبسيطه خالص، كله بيشتكي منها. ان شاء الله تشوفوا الفيديو ده وهيبقى سهل جدا وبسيط عليكم. تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ايه النهارده. هنعمله تفريز الكرنب بطريقه سهله وبسيطه، وهنقطعوه برضك بطريقه سهله وبسيطه، ولا في ورق هتطلعيه ولا هتبصي تلاقي المطبخ بقى كله كرنب ولا اي حاجه من دي خالص. تعالوا مع بعض ان شاء الله نشوف هنعمله ايه مع بعض. ادي الكرنبايه معايا اهي ما شاء الله. هنمسك بقى الكرنبايه كده اهو من عند العرق ده كده، هنقطع من هنا كده. بسم الله كده كده. انا كده ايه قطعت ايه 2 تمام. كده 3 اكنك بتقطعي ايه تورتايه. هوريها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تقطعيها للاخر اهو تمام كده. ادي كده ايه قطعت 3 اجزاء. فاضل الجزء ايه الرابع اهي. هجيبه بردك من جوه اهو وهقطعه. هي متريه بس على مين؟ ترجعي تاني بردك ايه تجيبيها للاخر. تجيبي كده ايه للاخر، ولا هتقطعي ورق ولا هتتعبي نفسك ولا اي حاجه ايه خالص. نفرغه بردك من النص كده شويه عشان ايه بصوا حبايبنا اهي ما شاء الله عليها اهي طلعت. بصي يا ست الحبايب اهي ادي جزء اهو. بسم الله وادي جزء اهو. بسم الله وادي جزء اهو. ما شاء الله 4 جزئات اهو يا حبيبتي 4. لو انت حابه بقى تقطعي ديت كمان جزء براحتك اهو زي ما انت شايفه. كرنبايه عملتلك على 4. طب استني عشان نبقوا مع بعض بردك. قطعتلك زي ما انت شايفه كده. ايه رايك؟ كرنبايه كده احنا ما بهدلناش الدنيا ما بهدلناش المطبخ وما عملناش اي حاجه. وهقولك بردك على سلقها بطريقه سهله وبسيطه وتفريز بطريقه سهله وبسيطه. يلا عند البوتاجاز نشوف هنعمله ايه. بصوا حبايبنا دي حله بخار تمام. انا هنسلق الكرنب بتاعي على البخار، مش هنحطه في الميه دي.
حصريا من مطبخ على فندي طعم زمان. انا ما بجيبلكوش يا حبايبي الا كل جديد. لما تسويه اللي هتحفظيه عندك طول السنه تعمليه على البخار بيعيش معاكي وبيبقى كويس. لكن انك مثلا تسلقيه في الميه وتروحي تحطيه في التلاجة وتيجي تطلعيه ما بيبقاش كويس، وانتوا اكيد مجربينه وعارفين. ان شاء الله جربوا الطريقه دي. الميه انا حاطه فيها ملح وحاطه فيها سكر. تمام. انا دلوقتي هسويه على البخار. تمام. هطلعه بقى كده من بعضه. هفرده في الصينيه المصفى كده اهو، واسيبه خالص. اما يدبل خالص هروح ايه شايلاه اهو. هغطيه بقى بالغطاء كده زي ما انت شايفه كده لحد ما يدبل خالص وهوريهولك. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي، بصوا عمل ازاي. انا حبيت اوريهولكم برضك قبل ايه ما اطلعه كده. انت عايزه تفرزيه في الفريزر بتعمليه بالطريقه دي كده، لكن ما تسلقوهوش في الميه. بصي زي ما انت شايفه كده اهو. هطلع بقى الكميه دي واحط كميه تانية واوريها اهو يا حبايبنا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه. انا قطعته بس هوريكم برضك انا قطعته ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا هي بس بتبقى الحته دي بس بروح اقصها كده بالمقص. اشتغلي بالمقص اسهل لك. هي دي بس الحته اللي بتشيليها اهو. بتقطعي طبعا ايه الحجم اللي انت عايزاه بالشكل ده اهو يا حبايبنا اهي. تبقى طويله. حابه بقى تشيليها كده اهي، بتطبقيها كده على بعضيها اهي، بتشيليها كده. حابه ان انتي مثلا تقطعيها براحتك اهي، بتقطعيها الحجم اللي انتي عايزاه اهو كده بالشكل ده كده اهي. طريقته سهله كده وبسيطه. هوريكي واحده تانية برضه اهي. بتشيلي دي بالمقص اهي، بتطلعي دي بس وبتلفي كده. تاخدي الورقه ايه بتلفيها كده وبتقطعي بردك التقطيعه اللي انت عايزاها بالشكل ده اهو بالشكل ده. حابه تسيبيها كده اهي، حابه تقطعيه زي ما انت عايزه، بس انا بفضل بسيبه ايه كده. ده الكرنب ده معمول في حله البخار زي ما انت شايفه كده. هتحطيه بقى في اكياس. اهي انت بقى مش بتجيبي اكياس تلاجة صغيره، لا بتجيبي الكياس الكبيره دي شويه بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاخدي بقى بصي كل رصه لوحدها اهي، تتشبط في الكيس كده وهي مبسوطه كده. كده لما تحتاجي يا دوبك بس تعملي خلطه المحشي وبتطلعيه بتحشي على طول. بصي تاخدي ايه الكميه اللي انت ايه عايزاها بالشكل ده اهو. انا عبيت كيس، هعبي كيس تاني لكن الكرنبايه ما شاء الله كبيره فمطلعاها كميه كويسه، وفي نفس الوقت مفيش حاجه ايه اتدهورت منها، حاجه باظت منها خالص اهو كده.
هعبي بقى الكميه اللي معايا وهوريها لكم اهو يا حبايبنا. زي ما انتم شايفين كده انا قسمتهم على كيسين عشان هي الكرنبايه ما شاء الله كانت حلوه. وان شاء الله تجربوه بالطريقه دي، والطريقه دي تعجبكم جدا وطريقه سهله والله. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير وكومنت حلو كده منكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.